مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. إصابة 12 مواطنا بفيروس كورونا. نمو الأنشطة الزراعية في إقليم عسى. نجاح أنشطة السيطرة على الأمراض المعدية في جنوب البحر الأحمر. جيش تشاد يعلن النصر على متمردي الشمال. قتلى وجرحى بتفجير استهدف حافلة ركاب جنوبي أفغانستان. طوارئ في 17 ولاية أمريكية بعد هجوم على أكبر خط أنابيب. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت في الأيام الثلاث الماضية في مراكز العزل بأقاليم القاشبرك والأوسط والجنوبي أظهرت إصابة 12 مواطنا بفيروس كورونا، وظهرت 7 إصابات في أم حجر بإقليم القاشبرك، وثلاثة في أسمرة في الإقليم الأوسط، واثنتان في الإقليم الجنوبي، واحدة في مندفرة وواحدة في عرزة. في غضون ذلك شفي 11 مواطنا، 8 من الإقليم الأوسط و3 من إقليم شمال البحر الأحمر كانوا تحت الرعاية الصحية في المستشفيات. بهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3754 حالة، شفي منها 3613 حالة، فيما توفي 12 مريضا، ولا يزال 129 مصابا بكورونا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 10 من مايو 2021. أعلن مكتب وزارة الزراعة في إقليم عنسبة نمو النشاط الزراعي كماً ونوعاً في إقليم عنسبة خلال سنوات الاستغلال. وأوضح خبراء الزراعة أن الاستثمار الذي جرى في البنى التحتية وتطوير قدرات المزارعين وتوفير المستلزمات وإدخال البذور المحسنة وغيرها أسهم كثيرا في الدفع بالأنشطة الزراعية عامة وتنمية إنتاج الذرة والحيوانات على وجه الخصوص. وذكر مسؤول حماية التربة وحفظ المياه والتنمية المروية في المكتب السيد زرعي نور في التصريح الذي أدلى به بمناسبة الذكرى 30 للاستقلال وجود حوالي 20 بنية تحتية للتنمية المروية في أماكن محدودة في كرن وعلى برعد وعتكليزان، وتوجد حاليا حوالي 99 من السدود الصغيرة والحفائر والمجاري التحويلية للسيول في جميع المديريات. وقال إن 50 سدا صغيرا نسبيا في 8 مديريات تحجز أكثر من 8.8 ملايين متر مكعب من المياه لتسهم في تنمية المياه الجوفية وتوفير مياه الشرب والسقي والري. من جانبه أوضح مسؤول تنمية النباتات السيد يوناس أبراهام أن المساحة الزراعية التي كانت 16 ألف هكتار قبل الاستقلال زادت حاليا إلى 60 ألف هكتار، وزيادة الأراضي المنماة بالفواكه من 323 هكتارا إلى 700 هكتار، والخضروات من 973 هكتارا إلى 1538 هكتارا. وبالتوازي زاد إنتاج الذرة بأكثر من 23 ضعفا، والخضروات بنسبة 219%، والفواكه بنسبة 213%. وذكر مسؤول الثروة الحيوانية الدكتور تخلى مريم هيلا ميكائيل إن الاهتمام الممنوح للألبان واللحوم والدواجن والنحل وتأهيل المزارعين ومساعدتهم مهنيا ومعنويا حقق نتائج مرضية وإن لم تكن بالمأمولة، مشيرا إلى أن البرنامج الذي أطلق عام 2015 لتمكين الأسرة بالنشاط في كافة أنواع الزراعة لإنتاج الغذاء المتكامل أظهر تطورا ملحوظا. وأكد خبراء الزراعة الدفع ببرامج تطوير الزراعة التقليدية بالتدريب والمعدات الحديثة بالتنسيق مع الخبراء الزراعيين. أعلن مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر نجاح الأنشطة المنفذة للسيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية في الإقليم. وضح مدير المكتب بالإنابة السيد محمد أنوار انتشار الأمراض المعدية وغير المعدية عامة والإيدز والملاريا والسل وأمراض نقص النظافة خاصة قبل الاستقلال، وقد تم استئصال أمراض الملاريا والحصبة والسعال الديكي ونتيجة لبناء 15 مؤسسة صحية جديدة وتوسيع الخدمات وانخفاض الإيدز إلى أدنى من 1%.
وقال إن خدمات رعاية الأمومة والطفولة التي كانت مقتصرة على مستشفى عصب، إنه نتيجة لعدم وجود خدمات المواصلات والاتصالات كان معظم سكان الإقليم محرومين من هذه الخدمة، والولادة بالقابلات هي الخيار الأفضل والتسبب في مخاطر للأمهات والأطفال، مشيرا إلى أن إرساء المؤسسات الصحية مكنها من رفع الولادة من أقل من 5% إلى حوالي 50%. أوضح تعرض الأطفال للأمراض الناجمة عن نقص التطعيم، ويجري التطعيم المنتظم حاليا ل 12 نوعا من الأمراض وتغطية أكثر من 90% من مساحة الإقليم. وذكر الجهود الجارية للحد من الأمراض المنتقلة عبر الحدود وضمان الصحة في القرى. ويوجد في إقليم جنوب البحر الأحمر مستشفى مرجعي و3 مستشفيات عمومية و10 عيادات و4 نقاط صحية ومركز لرعاية الأمومة والطفولة تقدم خدمات طب العيون والأسنان والطب النفسي والجراحة والولادة ورعاية الحوامل والتطعيم والتحاليل الطوعية والعلاج الطبيعي. تساهم كلية الزراعة في حمل مالو بدور كبير في تطوير كافة أنواع النشاط الزراعي ورفع الإنتاج من خلال القدرات البشرية التي تخرجها. وقال عميد الكلية البروفيسور ولد أملاخ رأي إن الكلية التي حققت تطورا كبيرا في كفاءة المتخرجين والأبحاث والتقان والتجارب البحثية والإرشاد الزراعي وغيره تقدم الدراسة بدرجات الدبلوم والبكالوريوس في علم البذور وعلم الحيوان والنبات والفواكه والتربة والبيئة ووقاية النباتات والبيطرة وغيرها من مجالات زراعية. وأوضح أن الكلية خرجت منذ تأسيسها عام 2005 5145 طالبا في 13 دفعة، 45 منهم بدرجة الماجستير و2420 بالبكالوريوس و2671 بالدبلوم. وإن الدراسات الأولية التي أجريت للتعرف على مساهمات خريجيها في أماكن العمل تعتبر مرضية، وإن المعلومات التي حصلوا عليها تدفعهم للتركيز على التعليم التطبيقي. وذكر إن خريجي الكلية يقومون بأنشطة فعالة لبناء السدود وتوجيه أنشطة حماية التربة وحفظ المياه والبيطرة ومكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية وتطوير زراعة الخضر والفاكهة. وأوضح أن كلية الزراعة في حمل مالو وفي إطار جهد تطوير قدراتها البشرية قامت إلى جانب الأنشطة الداخلية بإرسال أكثر من 80 طالبا بمنح دراسية للخارج لدرجات الماجستير والدكتوراه، ويسهم ذلك في العملية التعليمية والأنشطة البحثية التي يقومون بها. وقال عميد كلية الزراعة البروفيسور ولد أملاخ رأي إن مواصلة التعليم للماجستير والبحوث الزراعية من البرامج الرئيسية للكلية لتبديل المعلمين الأجانب، داعيا الطلاب لإدراك عند الاختيار أهمية المجال الذي سيدرسونه وليس بالدفع الخارجي. قام سكان مديرية بارنتو بتسيير أنشطة حماية التربة وحفظ المياه لرفع الإنتاج الزراعي. وأوضح منسق أنشطة حماية التربة وحفظ المياه خبير التنمية المروية المهندس جورجا وردة بناء المدرجات الحجرية والترابية وإعداد الحفر للتشجير في النفير الشعبي. وأكد مدراء الضواحي والسكان على أهمية حماية التربة وحفظ المياه للاستقرار البيئي ورفع الإنتاج الزراعي، منادين بتوفير أدوات العمل التي تتناسب وكثرة المشاركين في النفير. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن جيش تشاد انتصاره في معركته المستمرة منذ أسابيع مع المتمردين في شمال البلاد، والتي أدت إلى مقتل الرئيس إدريس ديبي في ساحة المعركة بعد 30 عاما قضاها في الحكم. وهتفت حشود في العاصمة نجمينا أثناء عودة جنود من خط الجبهة في رتل من الدبابات والمدرعات. وقال رئيس الأركان العامة للجيش أبو بكر عبد الكريم داود للصحفيين أن العودة المظفرة للجيش إلى الثكنات تؤذن بانتهاء العمليات وانتصار تشاد. وفي قاعدة للجيش في نجمينا جلس العشرات من المتمردين الأسرى في عرض أمام الصحفيين. وعبر مقاتلو جبهة التغيير والوفاق الحدود عبروا الحدود من ليبيا في إبريل لمواجهة ديبي، وقد أدى مقتله أثناء زيارته قوات الجيش إلى إغراق البلاد في أزمة.
كشف عن مصدر حكومي أن 25 شخصا قتلوا وأصيب 16 آخرون في تفجير عبوة ناسفة استهدف حافلة ركاب على الطريق السريع بين ولايتي زابل وقندهار جنوبي أفغانستان. ويأتي الهجوم الذي لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عنه بعد يوم واحد على هجوم دام بعبوات ناسفة استهدف مدرسة للبنات في غربي العاصمة وأوقع أكثر من 50 قتيلا غالبيتهم العظمى من تلميذات المدرسة. وكذلك لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المدرسة وخلف أيضا أكثر من 100 جريح، لكن مسؤولين أفغانا في مقدمهم الرئيس أشرف غني اتهموا طالبان بالوقوف خلفه وهو ما نفته الحركة بشدة. وجاء تفجير حافلة الركاب في حين أعلنت حركة طالبان وقفا لإطلاق النار 3 أيام في أفغانستان خلال عيد الفطر. بدوره أعلن الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني حدادا عاما في جميع أنحاء البلاد على خلفية الهجمات الدامية على الطلاب في لوغر والعاصمة كابول. أعلنت السلطات الصينية أن جزءا كبيرا من صاروخ الفضائي لونغ مارش 5 بي تفكك فوق المحيط الهندي بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض بطريقة عشوائية. ونقل التلفزيون الرسمي عن المكتب الصيني للهندسة الفضائية المأهولة قوله إنه بعد المراقبة والتحليل عاد حطام المرحلة الأخيرة من مركبة الإطلاق لونغ مارش 5 بي ياو 2 إلى الغلاف الجوي. وأوضح المصدر نفسه أن الجزء الأكبر من الصاروخ تفكك ودمر أثناء العودة. وكان خبراء توقعوا أن يسقط الحطام في المحيط الهندي لأن المياه تغطي 70% من سطح الأرض، لكن العودة غير المضبوطة لجسم كبير من هذا النوع أثارت مخاوف من أضرار وخسائر محتملة، على الرغم من حسابات أشارت إلى أن هذا الاحتمال ضئيل. نقل هذا الصاروخ أول مكونات محطة الفضاء الصينية الجديدة إلى مدار الأرض في 29 من إبريل المنصرم. انتهى سيداتي وسادتي نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.